اصغر رئيس في المغرب ولا بديتي كتكبر شويه؟ والله لا، هو في السن اصغر رئيس ولكن اشرف رئيس بالمشاكل. كيف داير احوال الرجاء سي محمد؟ كلشي الرجاوي شويه مبرزطين. طبيعة الحال الرجاويين عندهم الحق يكونوا مبرصدين، لان هذه النتائج ازمه نتائج. اما الحمد لله الفريق عندنا فريق كبير، عندنا لاعبين في المستوى، ظروف مواتيه، جمهور كبير، ولكن باقي لنا واحد الحاجه اللي مازال ما بغاش كاين ضغط نفسي يا سي محمد. كاين ضغط نفسي، ولكن ان شاء الله نتجاوزوه ان شاء الله في اقرب الاجال. سي سعيد ناصري، سنينا اليوم نشوفوا مبادره الرجاء تبلور، نشوفوا الناصري حدا بودريقه، علاش ما ريحتوش هذا بعضياتكم؟ اولا كنشكرك على هذا السؤال، لانه جا في واحد الوقت اللي مجموعين ما بين، كاين واحد العرس كتعيشوا مدينه الدار البيضاء وكتعيشوا الكره الوطنيه، وهو لقاء فريقين من حجم الفريق الرياضي للرجاء والفريق الرياضي لنادي الوداد. اذا انا دائما انا في اتصال مباشر مع السي بودريقه، ربما الى كتسمع بعض الاشاعات كيكونوا بعض الخلافات اللي كيجبدهم وهو الهاجس التعاملي. حنا كيف تكلمتي انت على المذكره التفاهم فيها مباراه، جميع المباريات اللي دازوا ربما ما يزيد على 118 ديربي، 117 ديربي، احنا 117 الى جينا نقسموا مع عدد السنوات غادي نلقاو ما يزيد على تقريبا 56 ديربي، 56 سنه. اذا حنا اللي كنعيشوا اليوم هو عرس رياضي. احنا اخوه، عندنا قاسم مشترك وهي مدينه الدار البيضاء، والقاسم المشترك وهي الكره الوطنيه، وانجاح هذا العرس الرياضي هو انجاح الكره الوطنيه. فين هو الناصري يا سي محمد؟ سمعنا على انها تكون بودريقه غير يحدى الناصري والناصري يحدى بودريقه. علاش المبادره ما كملاتش؟ لا غير كلام مواقع. مثلا انا راه سمعته، انا ما تفقتوش على القضيه. لا اصلا ما كاينش تنسيق اصلا ديال المقابله ديال الديربي، ما كاينش تنسيق، ولكن مرحبا باي مبادره، الناصري ولا نجلس حدا ولا الرئيس ديال الوداد يا با بروبليم. غير هو كما تتعرف انا دابا غير السيف ديال الحكم تلقاني مشيت. وقال شحال هذه ما كتفرجش في ماتشات الرجاء سي محمد؟ في كاس العالم كنت كنتلاقى معاك بالزنقه كدوروا في الشارع وكتسنى الماتش يسالي. واغا شوف دابا هذا اكثر من كاس العالم، ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه وتكون الانطلاقه الحقيقيه ديال الفريق، واللي كنتمناو ان دوز امور في اجواء رياضيه وبعيدا عن الشغب ان شاء الله. نتكلموا اخر جوج اسئله تكونوا شعبيه شويه ديال الشارع. جمهور الوداد كيتكلم على اليوم فرصه تاريخيه باش يرجعوا الدين ديال 5. انت كجمهور كمشجع ماشي كرئيس، واش انت متفائل ان ممكن تحقق اليوم؟ انا اللي متفائل به وهو اننا المعنويات مرتفعه عند جميع اللاعبين، ونتمنوا النتيجه انها تكون لصالحنا. محمد، الوداديين كيتكلموا على نهار الدين، هذه يمكن يرجعوا الدين. اكيد ما كتمناش في الرئاسه ديالك يرجعوا الدين؟ اكيد. شنو الدين؟ 5. كتبقى مقابله كتقدر يكون فيها عده اشياء، ولكن الى كتابت ما عندنا ما نديرو، ولكن كنظن بان ان شاء الله اللاعبين ديالنا بحضور جماهيري كبير اننا نقدموا لقاء جيد ان شاء الله. سعيد، اول ديربي ديالك هو هذا، اكيد طعم خاص كرئيس الفريق، غتبغي تربحوا اكيد. كيفاش حفزتي اللعابه؟ سمعنا كاين شي حاجه، شي منحه تبارك الله استثنائيه وسابقه. وهو كيف كتعرفوا حنا المنح هذا الشرط ما بين اللاعبين والنادي، والعقد هذا الشرط من بين البنود اللي كيشملهم العقد الاحترافي اللي كنبرموه مع جميع اللاعبين، وهو ان جميع المباريات عليهم منح. حنا تنعاودوا ناكدوا بان المنح عاديه اللي تيشدوا اللاعبين منذ حنا ما كنستنيوش هذه مباراه بمباراه اخرى، ولكن كنأكدوا ان كاين معنويات مرتفعه لا عند اللاعبين ولا حتى عند الجماهير اللي حضرات بكثافه، لا من ناحيه الرجاء ولا من ناحيه الوداد، وكيبقى التنافس على هو سيد الموقف. والرابح الاكبر هو الصندوق ديال الوداد تبارك الله، اللهم بارك اللهم زيد. حنا كنعاودوا ناكدوا من الهدف ديالنا ماشي مادي، الهدف وهو اخلاقي ورياضي، وهو حسن المعامله ويدخل الانسان ويرتاح وهو تيشجع الفريق ديالو بكل اخلاص، ونتمناو النتيجه ترضي الجميع.